السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، اللهم امين. النهارده هنعمل مع بعض محشي كوسه. بصوا انا حطيت بصل على النار، تمام، خد اللون ده، فهنحط بقى ايه البهارات تتحمص معاه. هنحط فلفل اسود، وهنحط شويه كمون، و دي كمون اهو، تمام. وهنحط ورق لورا، دي ورق اللورا، هي نفس المحشي العادي، يعني انا بعملها كده، تمام. هنحط بقى ايه الصلصه بتاعتنا، الطماطم بتاعتنا مضروبه في الخلاط، ممكن معاها فصين توم وعرض فلفل اخضر حراق، اللي بيحب الحراق يعني، مش بيحب الحراق يحط بارد عادي، مفيش مشكله. هنقلب بقى ونسيبها ايه تتسبك مع بعضها كده عشان نقور الكوسه. نحط بقى الملح بتاعنا، نسيت على نار اعلى. هنقور بقى مع بعض الكوسه، تمام، عشان بس ايه الاول من هنا، بسم الله. بالراحه عشان الكوسه دي اصلا ايه محطوطه في التلاجة، لما الكوسه بتتحط في التلاجة بتتكسر معانا بسرعه، فلازم نطلعها قبلها علشان واحنا بنقور ما تتكسرش، بتبقى طريه خالص وسلسه كده. احنا هنعملها معامله اطفال، بالراحه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين؟ لسه هنكمل بقى. اللي بيحبها سميكه يسيبها كده عادي، شايفين عامله ازاي ما شاء الله اللهم بارك. واللي بيحبها خفيفه يكمل، بس هي كده ما شاء الله كده مظبوطه يعني، تمام. هنا بقى هنعمل ايه المقوره كده، هنمشي عليها. طبعا في شكل تاني غير ده هوريهولكم. الشكل ده كده بالطول، اختياري برضه، اللي حابب يعمل ده يعمل، واللي حابب ده يعمل ايه، تمام. يبقى معانا ايه، معانا الشكلين، الشكل ده والشكل ده. نكمل بقى بقيه الكميه ديت. بصوا بقى احنا كده خلصنا، نضفنا الكوسه الحمد لله، شايفين، تمام. وغسلنا الرز بتاعنا، تمام. ونتبقى بقى من الكوسه هنفردوه في قرص صينيه كده. بقى احنا هنعمل ايه، هنقطع ايه الخضره بتاعتنا، عباره عن شبت وبقدونس وكزبره، من كل حاجه رابطه، تمام. سبحان الله، الشتا خضرتها بتبقى جميله كده وخضره، خضره الخضار الداكن. بدات بقى حر يعني دلوقتي، الجو بقى حر يعني، الخضره بقت قليله وبقت لونها فاتح من غامق وبتدبل بسرعه، تمام. هنخرط بقى الخضره دي كلها، التقليه بتاعتنا لسه على النار بتجهز، واحنا بنجهز حاجتنا عشان مش هنفضل نقعد جنبها. بصوا بقى الصلصه ما شاء الله اللهم بارك استوت، بقت جميله ازاي، ما شاء الله. نطرت قدامها، يبقى هي كده خلاص استوت، شايفين. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنحشي فيها، وهنفضي بقى ايه الكوسه دي، نحطها في القعر، مش هنرميها، تمام. فردناها بقى بالشكل ده كده، تمام. ومعانا بقى ايه الصلصه بتاعتنا، هنحط فيها ايه، فيها الرز بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، غسلناه زي الفل. نقلب بالراحه، وبعدين هنجيب الخضره بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب بقى كل ده مع بعض. نقلب بقى حاجتنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بنقلب مش بناخد بالنا يعني. تمام. هنجيب ايه الصينيه بتاعتنا عشان نحشي على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا نجيب بقى الكوسايه اهي. بسم الله، واحده واحده كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اشغل قراءة القرآن الكريم عشان انا ولادي في ازهر، وربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. فالترديد بيخلي لما بيرددوا مع القناة وهي شغالة يعني بيخلي القرآن يثبت في دماغهم أكتر. ربنا يبارك يا رب في كل أولادنا يا رب، اللهم آمين. كده خلاص اهي الحمد لله. طب كده بصبعنا هنزود كمان ايه حتة صغيرة كده كده اهي زي ما انتم شايفين. تمام. كده كمان نجربها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ملناش للاخر يعني ايه، نسيب فراغ عشان الرز اصلا بيزيد. شايفين؟ نحط كمان شويه، نضغط بصباعنا كده ايه، هنلاقيها محتاجه كمان، مش محتاجه خلاص. تمام اهي. تمام كده. هنرص بقى كل الكميه ديت. بصوا خلصنا بقى ايه الكميه ديت. تمام. معانا بقى شويه ورق كرنب صغيرين كده، وفاضل معانا خلطه يعني ما شاء الله ياما، فبدل ما الخلطه عندنا موجوده نكمل بيها، مش خسرانين حاجه يعني. بصوا بقى خلصنا الحمد لله. انا ما شاء الله والله ما كنتش اعرف ان الورق ما شاء الله هيعمل كميه كده، وانا بس الوحيده اللي باكل فلفل. تمام. فعملت 3 كده. ده المنظر المحشي بتاعنا. اتمنى يكون فيديو لذيذ عليكم واستفدتوا. تمام. فانا فاضل معايا شويه دول، فهحطهم على الوش هنا بحيث ايه ان هو يبقى رز، لان انا عندي اطفال اصلا ايه فبيحبوا الحاجات دي. شايفين بقى احنا كان زمان جدتي الله يرحمها كانت بتعمل كده يعني، كنت بشوفها دايما بتحب اتفرج على المحشي بتاعها. ما شاء الله كان بيجيب اخر الشارع يعني ما شاء الله، يعني كل اللي رايح واللي جاي كان يحب ياكل من ايديها. بصوا يعني عندنا صينيه مشكله. على فكره انا بحب المحشي في الفرن. جربوه والله بجد، اللي هياكل محشي في صينيه في الفرن اطعم والذ بكتير من ان انت تعمليه على الحله على النار. تمام. بحبكم في الله، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.